إحنا بإذن الله في الفيديو ده هنتكلم فيه عن مجالات العمل لخريجين المعهد العالي للغات والترجمة وكلية الألسن، بالإضافة إلى كلية الآداب بشعبة اللغات اللي هي الإنجليزي والفرنساوي والأسباني، مجموعة اللغات الموجودة في كلية الآداب. عندنا يا جماعة في أكتر من قطاع تقدر تشتغل فيه بعد بإذن الله بعد ما تخلص تاخد الليسانس بتاعك، سواء من الكلية أو من المعهد أو من كلية الآداب. عندنا منها القطاع الخاص وفي منها القطاع الحكومي. عندنا القطاع الحكومي ممكن تشتغل في المراكز الترجمة، أو ممكن تشتغل في قطاع التعليم، تاخد بإذن الله بعد الليسانس بتاخد حاجة اسمها دبلوم عام في التربية. الدبلوم عام في التربية يا جماعة بتاخدها هي مدتها سنة منقسمة لترمين، بعدها بتاخدها تقدر تخش المسابقات اللي مثلا بتعلن عنها التربية والتعليم، بتكون محتاجة مدرسين مثلا في إنجليزي أو فرنساوي أو ألماني.